فيلمنا النهاردة اسمه لهيب الخيانة، ولأن اسمه كده بيبدأ الفيلم بمشهد خيانة كده على طول وبدون مقدمات، لكن بيطلع حلم والحمد لله. الفيلم بيحكي حكاية بابي اللي بتجهز لفرحها على كايو شريكها في مكتب المحاسبة بتاعهم، وبتحكي لصاحبتها وهي بتقيس فستان الفرح عن الحلم اللي دايما بتحلمه بقالها فترة، وهي إنها بتخون كايو مع واحد تاني. وصاحبتها بتقول لها إن معنى الحلم ده إنها تاخد خطوة الجواز وهي مش متأكدة منها، وبتسألها إذا كانت فعلا عاوزة تتجوز كايو وتشارك حياتها مع راجل واحد طول عمرها ولا لأ، لأن ده شيء ممل جدا. فبترد بابي بإنها بتحب كايو وماشية معاه بقالها 5 سنين، وإن شخصيتها مختلفة تماما عن صاحبتها دي. وبتطلب بابي من صاحبتها إنها تحملها تطبيق على تليفونها هيساعدهم إنهم دايما يعرفوا مكان بعض ويطمنوا على بعض. وبترد صاحبتها بإنها هتراقبها من خلال التطبيق علشان تتأكد إذا كانت بتخون صاحبها والحلم قلب حقيقة ولا لأ. وهنا بتدخل الخياطة وتطلب منها الطلب اللي محتاجاه له كل عروسة، وهي إنها تخس شوية علشان الفستان يبقى حلو عليها يوم الفرح. وبعدين بتروح بابي الشغل، وهناك بتراجع معاملات المكتب بتاعهم مع شركة مرفوع عليها قضية غسيل أموال ومطلوب منهم الشهادة فيها. وبيدخل شريكهم في المكتب تياجو وبيقول لها إنه جاهز كل حاجة تخص القضية ومفيش داعي للقلق، لأنها مجرد جلسة استماع هيشهدوا فيها، وإن مكتبهم بعيد عن المشكلة تماما. فعلا في يوم المحاكمة بتروح بابي وتياجو للمحكمة، لكن كايو بيتأخر عليهم، ولما بيوصل بيتبادلوا قبلة على السريع ومفيش أي احترام للمحكمة اللي هم فيها. وبيطلب كايو للشهادة وبيحكي إن مكتبه ملهوش علاقة بنشاط الشركة دي خالص، وإن الشغل بينهم ماشي في السليم. وتياجو كمان بيقول كلمتين وبتنتهي الجلسة بسرعة. بابي بتقول لكايو هو خلاص كده؟ بيقول لها امال انت فاكره ايه، بصوت بدرية السيد. وبيبوسوا بعض تاني في المحكمة برضه وبيمشوا من المحكمة، لكن بابي بتنسى الملف بتاعها هناك. وكايو بيودع بابي بقبلة تانية لكن المرة دي في الشارع، وبيطلع على المطار بسرعة علشان مسافر. وبتطلب بابي من تياجو يحضر الحفلة اللي عاملاها علشان تودع العزوبية، مع انها حفلة بنات بس، لكن هو صديقها المقرب فعادي يعني. لكن تياجو بيعتذر عن الحفلة وبيحاول يعزمها على الغدا، وهي برضه بتعتذر علشان وراها مشوار مهم. وبتروح بابي تبيع الموتوسيكل بتاعها لأنها بتعتبره مرحلة في حياتها هتودعها مع العزوبية لما تتجوز كايو. وبتعمل بابي حفلة وداع العزوبية وبيجيلها هدايا من كل صحباتها، لكن هدية منهم بتجيلها من مجهول، ولما بتفتحها بتلاقي فيها صور حبيبها كايو وهو بيخونها مع واحدة تانية. وبتدخل تاخد الصدمة بعيد عن صحباتها اللي بيتفرجوا على الصور في ذهول وهي بتحبس نفسها في الحمام. وبيحضر تياجو وبيحاول يساعدها هو وصاحبتها، فبتخرج بابي وبتطلب منهم يساعدوها تروح مكتب كايو. وبيحاول دياجو يهديها ويمنعها لكن ما بيقدرش، وفعلا بيساعدوها تدخل مكتبه وبيقنعوا حارس الأمن بأن العروسة عاوزة تسيب لعريسها هدية في المكتب وهو مسافر بمناسبة قرب فرحهم وكده. وبيطلع حارس الأمن معاهم، لكن صاحبتها الجامدة بتغفله وبتاخده على جنب تقول له كلمة سر في بقه. وبتدخل بابي وتياجو المكتب وبتبدأ تدور زي المجنونة عن أي حاجة تعرفها مين هي الست اللي بيخونها معاها كايو، ومش بتلاقي حاجة وبتحاول تفتح اللابتوب بتاعه وما تعرفش كلمة المرور، وبتفضل تقول تبا لك وشت وشوية الكلام ده، لحد لما بتلاقي كارت عليه كلام غزل من كايو لواحدة اسمها نيكول بمناسبة انه عدى على علاقتهم 2 سنين. وبتبدأ بابي تصرخ الخاين الواطي الوغد، وبتبدأ انها تكسر في المكتب، وصاحبتها الجامدة جوه بتصرخ برضه، لكن وهي بتلعب عريس وعروسة مع حارس الأمن علشان تغطي على صوت صاحبتها. وبتكمل بابي أفورة وصاحبتها جوه مكملة استهبال، وتياجو واقف مذهول ومتنح لحد لما بابي بتطلب منه يقلع الجاكيت بتاعه. لا مش علشان تستهبل معاه هي كمان، لا فهمتوها غلط، ده علشان تاخد اللابتوب بتاع كايو وتخبيه في الجاكيت بس. وبيحاول تياجو يقنعها انها تنجرح اكتر لو دورت ورا كايو اكتر من كده، لكن مفيش فايدة لحد ما بيخرجوا كلهم وحارس الأمن لابس الكرافتة على اللحم عادي. المهم بيقعدوا ال3 يضحكوا في العربية، لكن الضحك بيقلب عياط مع بابي. وبتروح البيت وبتكمل في صدمتها وحزنها ودموعها، وبتحاول تفتح اللابتوب بتاع كايو لكن تبا له برضه مش عارفة الباسورد. وبتبدأ مجموعة مشاهد صدمة المحب اللي متعودين عليها في كل الأفلام والمسلسلات. وبتبدأ بابي تعيط شوية وبتتفرج على ذكرياتها مع كايو الوغد وصورهم في التليفون، وتعيط وبتحرق الدباديب والهدايا بتاعت كايو الوغد وتعيط تاني، وبتسكر وبتكلم نفسها
وبتقول ايها الوغد لحد لما بتنام على المكتب. وبتصحى بابي مفزوعه على صوت صاحبتها الجامده بتخبط عليها وبتقول لها مش كفايه كده ولا ايه؟ اخدتي وقتك في الصدمه ليله بحالها، يلا نشوف حالنا بقى يا عزيزتي. وبيروحوا هما الاتنين عند الكوافير علشان بابي تعمل موف اون وهي حلوه. وبسرعه بيظهر تاثير الكوافير على بابي وبتدخل بكل ثقه على مكتبهم في الشركه وبتقابل تياجو وبتطلب منه انهم يمشوا كايو الوغد من الشركه. وتياجو بيرد عليها وبيقول لها انها حلوه قوي وانها معاها حق وانها حلوه قوي وانه متفهم مشاعرها وانها حلوه قوي برضه. وبيقول لها انها لازم ما تخليش مشاعرها تسيطر عليها علشان هي حلوه قوي، وانها لازم ما تخلطش بين حياتها الشخصيه وشغلها وانها حلوه قوي برضه. وبيجي لها تليفون من مساعد القاضي في المحكمه وبيبلغها انها نسيت الملف بتاعها هناك. وبتروح بابي المحكمه وهناك بتقابل القاضي ماركو واللي بيفكرها بالراجل اللي كانت دايما بتشوف انها بتخون حبيبها الوغد كايو معاه في الحلم. وبتاخد بابي الملف بتاعها وبتخرج من هناك وبتشوف في الشارع موتوسيكل عليه شعار نادي لقيادة الدراجات النارية بيفكرها من الموتوسيكل اللي بعته علشان تبدأ حياة جديدة مع كايو الوغد. وفجأة بيظهر كايو وبيقول لها انه لازم يتكلم معاها ويبرر موقفه، ومع انها بترفض تتكلم معاه الا انه بيلح عليها وبيحلفها بالخمس سنين حب اللي كانت بينهم انها تسامحه وانها ما جاتش على سنتين خانها فيهم يعني. وبيشدها من ايديها وهي بتقوله مخصماك ابعد عني انا مش طايقاك. وبيدخل القاضي ماركو اللي كان نازل من المحكمة بالصدفة لما بيلاقيه بيضايقها في الشارع فبيمشي كايو غير مأسوف عليه. أما بابي فما بتضيعش وقت وبتاخد القاضي ماركو على البار يشربوا ويسكروا ويحكوا لبعض همومهم، لكن ماركو بيسيبها وبيمشي فجأة بعد ما بيجيله تليفون. وبتروح بابي وفي الطريق بتتصل بصاحبتها الجامدة وبتحكي لها عن القاضي ماركو اللي شكله هيحل محل كايو. وبتدخل بابي شقتها وبتلاقي البيت مقلوب فبتتصل بتياجو اللي بيجي لها فورا وبتقوله انها شاكه في كايو ان هو اللي عمل كده في الشقه، خصوصا ان مفيش حاجه مسروقه من البيت. وبتحكي له على اللي حصل قدام المحكمه وانها بعد كده خرجت مع القاضي ماركو وهو بيحذرها من الدخول في علاقه جديده وهي لسه مصدومه من حبيبها الوقت، وبيمسك ايديها وبيحاول يدخلها هو في علاقه جديده معاه. بس يا سيدي وبعدين بيكملوا كلامهم عادي عن تنظيف البيت من الفوضى دي ولا كأن حاجه حصلت. المهم بترجع بابي الموتوسيكل بتاعها تاني وبتنضم لنادي قيادة الدراجات النارية اللي كانت شافت شعاره على الموتوسيكل قدام المحكمة، وهناك بتتسابق مع شخص من غير ما تشوف وشه لأنه لابس الخوذة، لكن بتشوف الموتوسيكل بتاعه وبتعرف إنه نفس الموتوسيكل اللي كان قدام المحكمة. وطبعا مش بتتفاجئ لما بتشوف وشه وبيطلع الشخص ده هو القاضي ماركو. وبيطلعوا كلهم في رحلة لأحد المنتجعات وهناك بابي وماركو بيتكلموا مع بعض وبتحكي له إنه بيفكرها بالحلم اللي كانت بتشوفه دايما وإنها كانت بتخون حبيبها مع واحد شبهه في الحلم، ويا دوبك بيبدأوا يحولوا الحلم لواقع بيرن تليفونه وبيسيبها وبيمشي. وبتتصل بابي بصاحبتها الجامدة وبتحكي لها فبتنصحها إنها تحاول تقابله تاني. فبتتمشى بابي على الشاطئ بالليل وبتفكر في طريقة تقابل بيها ماركو مرة تانية، لكن بتلاقيه فجأة طالع لها من البحر وبيقعد يتأسف لها إنه مشي وسابها فجأة برضه المرة اللي فاتت. وبتقول له فكك، المهم عايزين نهيص شوية. فبيقول لها تمام اتفقنا. وفعلا بيقعدوا يهيصوا على الشاطئ شوية والحلم بيقلب واقع بجد المرة دي. المهم بتصحى بابي الصبح من النوم بتلاقي ماركو مشي كالعادة وساب لها جواب شكر وتقدير. وبتلم بابي حاجتها وبتستعد علشان تروح، فبيقول لها واحد من المجموعة اللي كانت معاهم في الرحلة إن ماركو شخص غريب وغامض ومن الأفضل إنها تبعد عنه. وبتروح بابي وبتتفاجئ بفيديو فيه رسالة من مجهول بتحذرها من ماركو، ولما بتفتحه بتكتشف إنها كانت بتتصور وهي بتهيص مع ماركو امبارح. وبتحكي بابي لصاحبتها الجامدة وبتوريها الفيديو وبتبدأ تشك في كايو الوغد وفي تياجو كمان بعد ما حاول يقرب منها آخر مرة، لكن صاحبتها بتقولها إن تياجو كان في رحلة بعيدة مع أصحابه في اليوم ده ومنزل فيديو لايف على الأكاونت بتاعه يومها، فمستحيل يكون هو اللي صورهم. وبابي بتقعد في البيت تفصل كده ومش بترد على تليفونات ماركو وبتقعد تشرب لوحدها وتسرح في الموبايل بتاعها. بتلاقي صورة ليها مع كايو الوغد وهم بيشربوا الخمرة المفضلة ليه، فبتجرب اسم الخمرة وسنة إنتاجها على الباسورد بتاعة اللابتوب بتاعه اللي شايلاه عندها من يومها، وبتقدر فعلا تفتح اللابتوب وهي بتصرخ لقد فعلتها. وبتتأكد إن كايو وغد لعين فعلا لما بتكتشف إنه متورط ومورط شركتهم مع الشركة اللي كانت متهمة بغسيل الأموال. وبتروح المكتب وبتوري تياجو الحسابات المزيفة بتاعة كايو وبتقوله إنهم كده
هيروحوا في داهية علشان كايو. وتياجو بيتأكد ان كايو واخده وبيكون عاوز يروح يضربه، لكن بابي بتقنعه انهم يتصرفوا بذكاء علشان يحافظوا على الدليل اللي معاهم واللي بيثبت براءتهم هما الاتنين، وانها هتعرض الدليل ده على القاضي بتاع القضية اللي هو ماركو. لكن تياجو بيقول لها انه بيفضل انهم يعرضوا الموضوع على المحامي بتاعهم وهو يقرر ايه اللي ممكن يعملوه، وفعلا بتسيب له اللابتوب علشان يعرضوا عليه. وبيوصل في الوقت ده لبابي بوكيه ورد احمر كبير ومعاه كارت دعوة عشاء فاخر من ماركو، وبتقرر بابي تقبل الدعوة وبتلبس فستان احمر مثير بلون بوكيه الورد. ولما بيتقابلوا بيقعد ماركو يحكي لها عن نفسه وقد ايه هو مهووس بالحقيقة وبيسعى وراها، وهو ده سر نجاحه كقاضي. وبتتصل بيها صاحبتها الجامدة، وبيعرف ماركو من كلامهم انهم بيعرفوا مكان بعض من خلال تطبيق على التليفون، وبيطمنوا على بعض بالطريقة دي. وفجأة بتدخل عليهم واحدة بتعرف منها انها زوجة ماركو وانه هو كمان واخد وخاين، فبتمشي بسرعة وهي بتقول كلكم اوغاد، وبتعمل حادثة. وفي المستشفى بيكون تياجو معاها وهي بتقوله انها شاكة في ان العربية اللي خبطتها كانت قصدها تضربها، وبيجي ماركو علشان يشوفها فبيمشيه تياجو بالذوق وبيقوله ان بابي مش عاوزة تشوفه علشان هو طلع واخده هو كمان. فبيتصل ماركو بواحد اسمه فرناندو وبيطلب منه خدمة، وهي انه يتحقق من كاميرات المراقبة وقت الحادثة اللي حصلت لبابي. وبابي بتخف وبتروح بيتها، وهناك بيجيلها ماركو وبيطلب منها تروح معاه علشان تشوف بعينيها حقيقة جوازه. وبتعرف بابي ان ماركو ليه بنت صغيرة مولودة مريضة جدا ولازم تفضل في المستشفى تحت الملاحظة طول الوقت، وان مراته مختلة نفسيا وبتحاول تخطف البنت من المستشفى كل شوية وده ممكن يموت البنت، وان ده السبب اللي كان بيخليه يمشي ويسيبها بسرعة لما المستشفى بلغوا في كل مرة بتحاول فيها مراته انها تاخد البنت من المستشفى، وانه حاول يساعد مراته كتير في العلاج لحد ما فشل واصبحت بتهدد حياة بنته فمضطر يبعد عنها ويطلقها. وبيتفقوا يرجعوا لبعض بعد ما هو ينتهي من اجراءات طلاقه وهي تحل مشاكل شغلها. بعد كده بتوصل لماركو اخبار بان رقم لوحة العربية اللي خبطت بابي مزيفة، وبيبدأ يحس بالخطر على حبيبته، فبيطلب من فرناندو انه يحط اجهزة تصنت في بعض الاماكن ومنها بيت كايو الاكس بتاع بابي. في الوقت ده بتروح بابي لتياجو في مكتبه وبتطلب منه انهم يوروا ماركو دليل ادانة كايو بعد ما اطمنت له تاني علشان يساعدهم في القضية. ولما بيقول لها ان اللابتوب بتاع كايو مش معاه لانه سلمه للمحامي، بيتفاجئ ان بابي كانت واخدة نسخة من كل حاجة عندها، فبيسرح شوية وبيقول لها انه هيقابلها بعد ساعتين علشان عنده مشوار مهم دلوقتي. وبيروح تياجو لبيت كايو وبيلاقيه واخد علقة موت وبيقوله ان هو السبب في اللي حصل له ده. وبنعرف ان تياجو هو اللي مورط كايو معاه في غسيل الاموال، وان تياجو كمان اللي بعت الصور لبابي يوم الحفلة علشان يبعدها عنه، وانه لما حاول يقرب ليها برضه كان بيحاول يبعدها عن ماركو القاضي، وهو برضه اللي صورها وهي بتهيص مع ماركو، وكل ده علشان محدش يعرف سرهم. وطبعا بنعرف ان تياجو برضه هو اللي حاول يقتلها، وبيقرر تياجو انهم لازم يخلصوا من بابي باي شكل. والكلام ده كله بيوصل لماركو من خلال جهاز التصنت وبيحاول يتصل ببابي، لكنها بتكون في الوقت ده ركبت مع تياجو العربية، ومجرد ما بتركب بيبدأ تياجو يتصرف معاها بعنف وبيقفل باب العربية وبيهددها بالمسدس وبيمنعها ترد على ماركو، لكنها بتفتح التليفون وبتصرخ لماركو وبتعرفه انها مع تياجو في العربية. وبيتصل ماركو بصاحبتها الجامدة وبيطلب منها تعرف مكان بابي من خلال التطبيق. في الوقت ده اللي بتحاول فيه بابي تفهم من تياجو هو بيعمل معاها كده ليه، وبتقوله انهم اصحاب من زمان وزي الاخوات وممكن يحلوا اي مشكلة مع بعض، لكن هو بيطلب منها تخلص خالص. وبياخدها تياجو في حتة مقطوعة وبيطلب منها تمشي قدامه وهي ساكتة، وهناك بتلاقي كايو بيحفر لها قبرها وبتسألهم ليه عاوزين يخلصوا منها، فبيقول لها تياجو ان غلطتها انها اتحشرت في اللي ملهاش فيه لما حاولت تدور ورا كايو وعرفت عنهم اكتر من اللازم، وفي الاخر رايحة تحب القاضي اللي ماسك القضية المجرمة. وبيطلب تياجو من كايو يخلص عليها بايده كنوع من انواع التدريب على التخلص من اي حد يهدد امنهم وسلامتهم، وكايو بيرفض، فبيخلص عليه تياجو وبيصرخ في وش بابي وبيقول لها شايفة خليتيني اعمل ايه يا مجرمة. وبيوصل ماركو في الوقت المناسب وبتدور بينهم معركة، لكن ماركو بيتصاب والشرطة هي كمان بتوصل وبتخلص على تياجو وبيتم انقاذ ماركو وبابي. وبنشوف النهاية السعيدة وهم بيجهزوا غرفة لبنت ماركو في بيتهم الجديد اللي هيعيشوا فيها كلهم كأسرة مع بعضيهم. اما صاحبتها الجامدة فبتتصل تطمن عليها وبتطمنها ان هي كمان لسه جامدة، وبيخلص الفيلم على كده.